حضرت نفسك بكل الحاجات اللي اتكلمنا فيها، تقدر هنا تعمل فاست ديسيجن، تقدر تاخد قرار سريع. وزي ما انت بتنزل كل يوم تشوف العربيه بتاعتك البنزين اللي فيها يكفي تروح المشوار بتاعك، الزيت بتاعها متغير وسليم، دوره التبريد مفيش فيها تهريب. نفس الكلام احنا كموظفين عندنا 3 حاجات لازم نكون عارفينهم كويس ولازم نشتغل عليهم، اختصارهم ASK Attitude Skills Knowledge. الشخص ده او الشاب ده الاتيتيود بتاعه هايل جدا، السكيلز بتاعته هايله جدا، النولج بتاعته حاضره وعنده معلومات كبيره جدا، فالشخص ده هو الشخص الكامل. فمش بالضروره انك انت تكون مؤدب ومحترم وهايل وشاطر يبقى ده بناء عليه انك انت جاهز للترقيه او جاهز لبروموشن او جاهز لوظيفه. انت ممكن تكون ما عندكش سكيلز وما عندكش نولج، ممكن يكون عندك سكيلز هايله جدا ونولج قويه جدا في المنتج بتاعك، لكن الاتيتيود بتاعك مش كويس، فبتخسر زباين وبتتعامل معاهم بشكل مش كويس، فانت راجل ترابل ميكر وعامل ازمه وهتبقى شخص غير مرغوب فيه في الشغل بتاعك. حاول تحافظ على ال3، اعرف فين نقطه ضعفك وكملها ودعمها، هتوصل للجزء الافضل او النسخه الافضل من الموظف اللي انت تستحق.